السلام عليكم وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. قبل اي حاجه كده وقبل الفيديو بتاعنا، يا ريت اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك جديد. بينا نبتدي كده الروتين بتاعنا، واول حاجه ابتديت بها النهارده هي المواعين والمطبخ بتاعي. طبعا احنا عارفين المواعين بتاعتنا مش بتخلص، ويا رب دايما ونعم ربنا يديمها علينا في حياتنا. معنى ان في مواعين معنى كده ان في حياه في البيت. اوعي تكوني متضايقه من شغل البيت ومن يعني ايه المجهود اللي انت بتبذليه في بيتك. بنتعب بيجي علينا وقت بنبقى مش مستحملين، بس بجد احمدي ربنا من قلبك ان دي نعمة كبيرة قوي قوي قوي، وربنا يا رب يعيننا ويقوينا. وادعي دايما ان ربنا يديم نعمه عليكي، وادعي دايما ربنا ان يديك القوة والصحة اللي تخليكي يعني تشقلبي البيت كده كل يوم. انت تخلصي شغل بيتك يعني اول وتخلي بيتك نظيف، بس الوقت اللي في نفسك ان انت تعبانه او مرهقه او مش قادره تكملي، وقفي وادي لنفسك الريست والراحه الكافيه اللي تخليكي قادره تكملي بعد كده. بصوا هنا النهارده ان شاء الله هغسل معاكم المواعين وهظبط معاكم المطبخ، وكمان من خلال الروتين هنعمل عليكي يعني ايه الايام تعبانين فيها ومرهقين فيها. بنبقى محتاجين لها قوي، وهي ايه؟ هي التفريزات. ان انت لازم يكون عندك حاجات مفرزه في الفريزر، مش كل يوم تقومي وتطبخي وتتعبي نفسك. لا، كل يوم هنأكل ولادنا اكل من عمايل ايدينا، بس في نفس الوقت مخزنينه في الفريزر بتاعنا، بحيث ان احنا يجي يوم كده ونروق على نفسنا ونروق على ولادنا، ونكون صحيا وبدنيا ممتازين ومرتاحين جدا. ودايما استغلي وقتك في المطبخ ان انتي تقفي كده تذكري ربنا كتير وتكتري قوي من حول ولا قوة، ان احنا فعلا ملناش لا حول ولا قوة غير ربنا. وقولي دايما اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، عشان ربنا يمدك بقوته حتى لو كنت مش قادرة. وفي حاجة بسيطة أوي أنا باعملها بس بجد بتفرق معايا جدًا، جدًا يا بنات في المطبخ، بالذات لمّا تبقى الدنيا مكركبة كده فوق دماغي وبابقى نفسيًا مش مرتاحة، وإن أنا باشغّل جنب الراديو على إذاعة القرآن الكريم. أنا مش قادرة أقول لكم الموضوع ده بيفرق إزاي معايا في نفسيتي، وبيفرق إزاي معايا في يعني فاهمين، في إن أنا أقعد واقفة باسمع كلام عن ربنا، وواقفة باذكر ربنا، فبتلاقي ان الحياة كده او الحاجة اللي انا بعملها في ايدي سواء اكلة ولا اي حاجة فيها بركة، وشغل البيت بنجزه بسرعة. او مثلا لو انا واقفة في المطبخ المواعين مهما كانت كتيرة او مهما كان المطبخ ده متشقلب ومتكركب، لا بتلاقي ان هو الحمد لله بيخلص كده بسرعة وبيخلص كده وانا رايقة، وبلاقي في الاخر كده برش المعطر بتاعي في المطبخ، وبلاقي ريحة المطبخ بقت زي الفل. بركة في البيت مش طبيعية. ويا سلام بقى وانت نايمة بالليل والدنيا هص كده خالص، وتشغلي برضو اذاعه القران الكريم بصوت كده هادي كده وجميل. وبرضو لو انتي ولادك من النوع اللي هم مش بيناموا بسهوله، نصيحه مني ان انتي تشغلي جنبهم قارئ مقرئ يعني على اليوتيوب كده اسمه عبد الرحمن مسعد. الشيخ ده صوته قد ايه هادي، قد ايه فعلا بيريح الاعصاب ويدخلك في احلام سعيده ونوم هادي وراحه لولادك. انا لدرجه ان ولادي دلوقتي يعني هم يعني ابني مثلا عنده 6 سنين يقول لي ماما شغلي القرآن. هو عارف، انا عارفه، هو طبعا مش عارف اسم الشيخ بس انا عارفه ان هو قصده عليه. وبنتي اكبر يا مامي اللي هي عندها مثلا 2 سنين، فخلاص ان هما ودنهم اخدت ان ده اللي بينيمنا، ده اللي بيخلينا هاديين، ده اللي بنحب نسمعه. ما يناموا يسمعوا قرآن، ده هيخليهم يدخلوا في نوم هادي وجميل، وهيخليهم مرتاحين جدا، وانتي نفسك هتنامي وانتي مبسوطة ومرتاحة جدا جدا، حتى لو كنت بتعاني من الأرق. فدي كده يعني نصيحة مني صغيرة، حابة ان انتوا تسمعوها، حابة ان انتوا تطبقوها مع ولادكم، بجد هتفرق معاكم جدا 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 جدا. اعملوها وادعولي. ما تنسوش اسم القارئ، اسمه الشيخ عبد الرحمن مسعد، دوروا عليه على اليوتيوب بجد هتدعولي. بصوا بقى هنا خلاص اللحظة الفاصلة واللحظة الحاسمة واللحظة السعيدة في حياة أي ست بيت بتعمل بيتها وبتعمل مطبخها، إن أنا خلاص بقى كده بدعك الحوض بتاعي بخليه كده بيلمع بيلمع كده يا بنات. ده اكتر حاجة بتخلي اي ست بيت مبسوطة واي ست بيت مرتاحة، يعني انت تخلصي مواعينك. ولو انت قاعدة دلوقتي وبتسمعي الفيديو مخلصتهوش، اتفضلي قومي يا هانم على مطبخك وخلصي مواعينك وشطبي مطبخك وشغلي الفيديو ده جنبك عشان اشجعك اكتر واكتر.
وتخلصي مطبخك وتخلي حاجتك زي الفل، واوعي تنامي وانت سايبه المواعين في مطبخك، لا احنا هننام ومطبخنا زي الفل. وعشان تبقي سعيدة ومرتاحة ونفسيا وبدنيا، وبدل ما يعني ايه فاهمة، اعملي كده بيتك ده مملكتك الخاصة اللي بتهربي فيها كده من غلاسة الناس والناس وبرود الناس وقلة ذوق الناس، قولي بقى زي ما تقولي، بس بيتك ده حاولي ان انت تخليه مملكتك الخاصة مهما كان بسيط، مهما كان ظروفك على قدك، لا احمدي ربنا وارضي، ومادام في انت قاعدة في 4 حيطان انت في نعمة، حاولي تحافظي عليها وتحمدي ربنا عليها من قلبك، لان فعلا الحياة بقت صعبة، واللي عنده بيت ده عنده جنة. بصوا بقى يا بنات، التفريزات دي مهمة جدا جدا، انا بجد بعملها ببقى مرتاحة ومبسوطة وسعيدة جدا. ان البامية بالذات من الحاجات، يعني بدل ما تشتريها مفرزة، يعني ساعات بجيب اكياس البامية اللي هي الجاهزة دي، اللي هي بسمة وغيرها، بس انت مش عارفه مين اللي مسكها، انت بتاخديها بتحطيها على الحله على طول. طب فيها هجرة ايه لو تعبنا شويه نفسنا؟ انا جايبه بالظبط ده قدامي كيلو باميه، قسمته على مرتين، مره طبختهم ومره تانية لسه، بس بجد ببقى مبسوطه وسعيده ان انا هاكل ولادي حاجه انا واثقه من نظافتها، وواثقه ازاي ان هي صحيه. فاوعوا ان انتوا يعني ايه، بلاش اكل من بره، بلاش اكل كتير، انتوا مش ضامنين بجد يا جماعه كميه التلوث اللي بتبقى موجوده في الاكل من بره. والتفريزات دي مهمة وهتفيدك في ان انت تبقي تعملي اليوم لنفسك راحة، يعني فاهمة، يعني يا دوبك مثلا بتطلعي الاكل من الفريزر على النار على طول، فما بتتعبيش في حاجة. يوم بقى عندك يوم زحمة، يوم ضغط شغل، يوم ضغط مذاكرة، ضغط دروس، ضغط نادي، مش عارفة ايه، فانت في نفس الوقت اكل صحي عاملاه ومجهزاه، وتاكلي ولادك لقمة سخنة كده بالرز، حاجة يعني انت نفسيا هتبقي مرتاحة اصلا. لكن الست البيت اللي هي دايما بتاكل ولادها اكل سريع واكل من بره واكل جاهز ومش عارفه ايه، انت اكيد ضميرك مش مرتاح ناحيه ولادك، وانت بتاذيهم اذى انت مش متخيله انت بتاذيهم ازاي. فحاولي ان انت لا فوقي لصحه ولادك، حاولي، احنا بنعمل اللي علينا قدام ربنا، يعني في الاول وفي الاخر ده يعني حاجه بتاعت ربنا، بس على الاقل انت قدام ربنا بتراعي ربنا في ولادك. فحاولي بجد ان انت تظبطي الموضوع ده وتظبطي اكل ولادك، وان انت تخزني الاكل عندك، لو انت ست بتشتغل ده طبعا الله يكون في عونك قوي 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 يعني. فانت هترجعي من شغلك هتظبطي الحاجه على طول، او قبل ما تنزلي شغلك تظبطي اكل ولادك. المهم ان انت متستهونيش بموضوع الاكل ده، بالذات الغدا يا بنات. الفطار هنفطرهم اي حاجه، سندوتش جبنه هيقضي الغرض، برضو العشاء نفس الكلام، اي حاجه زبديه زبادي بقى، اي حاجه بقى في العشاء عادي مش مشكله. لكن انا بالنسبه لي وجبه الغداء دي اهم وجبه، لازم لقمه الرز، لازم طبق الرز، يعني فاهمه، اي حاجه فيها الرز تاكليهم، عشان حرام احنا هنتحاسب عليهم. فحاولي بجد ان انتي تشوفي بقى الحاجات اللي انتي بتحبيها عايزه تخزنيها في، برضو دلوقتي موسم الملوخيه حلوه جدا 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 وغنيه بالحديد، فهتغذي برضو عيالك كويس وفاهمه يعني، لا هتاكلهم اكل صحي واكل كويس. بس يا بنات، فانا ابتديت هنا ان انا بفرز معاكم كده الباميه، كيلو باميه وقسمته على مرتين زي ما قلت لكم. بس هو فرزته بسرعة وعملته بسرعة، وبعد كده خلاص عينته في الفريزر، وهتشوفوا دلوقتي من خلال الفيديو. بس كده ده من اهم النصائح. فالنصائح اللي انا قلتها لكم النهارده يا ريت كده راجعوا معايا، راجعوا كده وخلوا كده ذاكرهم كده شغاله صح. اول حاجه قلتها لكم ان احنا نشغل قرآن، سواء مثلا في المطبخ، اذاعة القرآن الكريم، او تشغلي القارئ اللي هو عبد الرحمن مسعد لولادك قبل ما يناموا، او لنفسك لو انت عندك حالة من الارق، لا هتضيعي الارق ده خالص. تاني حاجة قلتها لك التفريزات مهمة جدا 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 لصحة ولادك، وان انت اوعي تاكليهم اكل من بره. وانا اهو زي ما انتم شايفين انا خلاص كده خلصت التفريزات بتاعه النهارده، بتاعه الروتين بتاع النهارده بتاع فيديو النهارده، وهوريكم بعد كده برضو حاجات تانية ان شاء الله ربنا يسهل. بعد كده بقى ده روتين اخر الليل يعني، يعني فاهمين، قبل ما انام بقى، قبل ما انام نفتح كده الغسالة بتاعتنا نشوف فيها هدوم عايزة تتنشر ننشرها فورا. فده كده كان عندي برضو غسيل وقلت انشره. بتصحي الصبح حاجة انت محتاجاها من الغسيل ده بتاخديها وبتظبطيها،
وحاولي على قد ما تقدري ان انتي يعني يا ريت النشور يبقى الصبح، او لو الغسيل تنشريه بالليل سيبيه ياخد وش الشمس كده، يعني سيبيه ياخد ضوء شمس